رايان لقاوه ميت مسكينه. قلت له عمو بالمناسبه السلام عليكم. ولدي ديسباري بوندون 6 موا ولقيته غير حدايا في واحد الفيلا ميت. كانت ليناه بابشع الطرق. سكو في ريان راه غير في لونطوراج تاع امه. كما شفتوا خوتي الفيديو اللي فات حكيت لكم قصه الطفل ريان مسكين كيفاش اختفى من دارهم وما زاد بان عليه حتى خبر. بصح حبيت نقول لكم انه هذه القضيه ما بقاتش مجرد اختفاء، منه زادوا بانوا بزاف حاجات واخبار خلاو هذه القضيه تتعقد اكثر واكثر. ومن بين هادو الحاجات راقي جزائري ظهر في فيديو قال انه ريان راح يبان مور 3 ايام، وهذا الفيديو حطوا عنده يومين، يعني هذا هو النهار الثالث تاعو. شو امور كثيره وكان امور واحده اخرى راح تزيد تنكشف باذن الله، وانا على بالي واش راني نقول. زيد كي قلت الطفل يبان بعد 3 ايام باذن الله. اعي ما اقول جيدا. واللي قال لي انه متخبى المصالح الامنيه، اكيد كل معلومه عند المصالح الامنيه، انا ما خلي عندي والو. ويعني خوتي من باب المنطق الغيب ما يعلمه غير ربي سبحانه. يعني انا ولا انت كي نشوفوا شخص يظهر ويقول باللي ريان راح يبان مور 3 ايام رايحين نبداو نتسائلوا زعما وين على بالو باللي راح يظهر مور 3 ايام بالضبط. وهنا يا خوتي حبيت برك نوضح لكم هذه النقطه. هذا الراقي كي ظهر وكان يحكي على ريان ويقول بانه راح يظهر مور 3 ايام، كان يحكي بثقه كبيره. وبما انه الشخص اللي تكلم راقي الهضره تاعو نقدروا نربطوها غير بالسحره والمشعوذين. يعني خوتي بيناتنا الرقات راهم يعرفوا حاجات على السحره حنايا وما نعرفوهمش، وخاصه الاوقات اللي يكثر فيها السحر والشعوذه، كيما زعما يقولوا في ليله اكتمال القمر يكثر السحر والشعوذه. وانا خوتي مانيش نتهم في هذا الراقي ولا بصح الغيب ما يعلمو غير ربي سبحانه. وتاني حاجه اللي خلات هذه القضيه تتعقد اكثر واكثر، واللي هي الناس اللي راهم يقولوا باللي لقاو ريان ولا شافوه في بلاصه ولا لقاوه مقتول بعيد الشر. سيرتو خوتي هادو الفيديوهات تاع التيك توك. يعني يرحم بابك فيه والدين محروقين عليه وانت داير فيديو في التيك توك والناس تزفر وفرحانه زعما بانه لقاوه. صدقوني خوتي مفهمتش واش الفايده تاعهم كي راهم يديروا في الاشاعات هذه. وتاني في الفيديو تاعي اللي فات زعما لقيت تعليقات يقولوا بانهم شافوا الطفل ريان، ومن رديت على تعليقاتهم ما زادوش حكاو خلاص. هنايا تفهم باللي راهم يتمسخروا يتلاعبوا بالمشاعر تاع الناس. صح خوتي بلا ما نساو الام الجزائريه اللي تواصلت مع الاخ زين وبعد ما حط فيديو على القضيه تاع ريان، وين قالت له باللي عاشت نفس القصه تاع ريان مع الابن تاعها ربي يرحمه، دعيو له بالرحمه خوتي. وقالت له باللي راني حاسه وراني محروقه مع الام تاع ريان، وقالت له باللي تاني الابن تاعها اختفى في ظروف غامضه ولقاوه بعد 6 شهور مقتول في واحد الفيلا في الحي تاعهم. السلام عليكم. شفتك في قبيله في الفيديو تهضر على ريان. انا فت في هذه الازمه ولدي وراني محروقه مع امه. فت بوندون من 1 نوفمبر 2016 حتى 25 افريل 2017 وولدي ديسباري بوندون 6 موا ولقيته غير حدايا في واحد الفيلا ميت. كانت ليناه بابشع الطرق. سكو في ريان راه غير في لونطوراج تاع امه. ما خرجش انا ولدي كاع ما خرجش من الفيلاج، كاع ما خرجش، كان غير هنا كانوا ينقلوا فيه يوميا الاشاعات. لا ميم شوز كيما كنت تهضر قبيله شفت الفيديو تاعك كان لا ميم شوز صرات لي. وتخيلوا انه الجثه تاع الابن تاعها مسكين لقاو منها حاجات ناقصه كيما الفك تاعو، يسمى باللي الابن تاعها مسكين داروا به امورات تاع سحر وشعوذه. يعني خوتي هذه الام حبت توصل له انه الطفل ريان احتمال كبير يكون مازال متواجد في البلاصه اللي ساكن فيها. وصح خوتي الام هذه عندها حق كبير، من هذا الخاطف باش يفوتوا من ولايه لولايه راهي صعيبه بزاف، خاصه والناس كامل سمعت بالقصه تاع ريان والسلطات كامل راهي تحوس عليه. المهم وهذه هي خوتي احنا اقل حاجه نقدروا نديروها واللي هي ندعيو للطفل ريان. يعني كثروا الدعاء برك وان شاء الله يلقاوه ويرجع للدار على خير.